مايك مينزر بيقول: من الغباء انك تقلد المحترفين وانت بتتمرن طبيعي. لو رجع بيك الزمن 40 سنة لورا وكنت من المحظوظين وقعدت مع الفيلسوف أرثر جونز والعبقري مايك مينزر وسألوك ازاي تعرف ان تمرينك ده بيبني عضلات بأقصى فعالية، هتجاوب عليهم وتقول لهم ايه؟ اكيد هترد وتقول لهم شكلي في المراية بيتغير. هيقول لك لا، اي حد ممكن باقل مجهود وبالالتزام يعمل نتيجه كويسه. هتقول له اصل انا بتمرن العضله مرتين في الاسبوع وبمرن العضلات كل عضله لحد 20 مجموعه. هيقول لك ده اسمه هبل. مرحبا سيدي، كيفك؟ شو الاخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟ بس ايه رايك في الانترو الاول؟ اخدت مني ساعه على بال ما عملتها. ما علينا، النهارده هنتفرج سوا على اسلوب العبقري مايك مينزر وهنحلله سوا بدون اي تحيز، وهنشوف الراجل ده كان سابق لعصره ليه، وليه معظم الناس المحترفين في الفتره بتاعته ما كانوش بيحبوه. يا صاحبي مايك مينزر فهم لعبه كمال الاجسام بدري وما كانش بيثق في اي نجوم من النجوم الكبار، مش علشان ان هو بيحقد عليهم ولا عشان حاجه من دي، لا، لان هو كان عارف كويس ايه الحقيقه اللي بتحصل ورا في الكواليس من شركات مكملات واسترويدات والى اخره. في مره قال ان اغلب لعيبه كمال الاجسام ما ينفعش تاخدهم قدوه لان هم مش كويسين، لان ما ينفعش ينصحوا اي حد طبيعي بيتمرن ما بياخدش منشطات باللي هم بيعملوه، لان النتيجه اللي هم عملوها دي ما جاتش من خلال تمرين ذكي، دي جت من خلال الاسترويدات وجينات خارقه واستشفاء مش طبيعي لا يمكن تلاقيه عند الشخص العادي. تعال نتفرج سوا على اسلوب مايك مينزر اللي ما كانش فيه في فترته ابحاث، بس هو كان بيعمل تجارب، بيشوف الخبرات وبيسجل النتائج بتاعته، وهعرفك ان فعليا مفيش حاجه اسمها اولد سكول ونيو سكول، ما هو الا علم وبيتطور. بس الاول قبل ما نبدا شرح اسلوبه في التدريب والتغذيه خليني اقول لك ان هو كان مؤمن بنقطه واحده بس، هي النقطه دي نقطه القوه. هو بيقول ان الدليل الوحيد على انك بتتقدم ان القوه بتاعتك بتزيد، لا يمكن قوتك تزيد وحجمك العضلي مش هيزيد مع الاستمرار. طول ما انت قوتك بتزيد طول ما انت حجمك العضلي بيزيد. فهو كان تركيزه كامل على القوه. هو كان شايف ان البني ادم الطبيعي يتمرن فتره قصيره، ما يروحش الجيم كتير، بيظبط التغذيه بتاعته وبيتمرن جامد. وكلمه جامد دي انت بتروح الى ما وراء الفشل العضلي. انا عايزك تعرف ان مايك مينزر ده هو الوحيد على مستوى التاريخ اللي حصل على 300 نقطه من اصل 300 نقطه في البطوله، وعلى الرغم من كده ما ادلوش اللقب، ادوله فرانك زين. وجا بعد كده قال ان ارنولد في بطوله مستر اولمبيا سنه 1980 ما يستحقش ياخد اللقب لانه ما ظهرش بالكونديشن اللي متعودين عليه، بل ظهر بكونديشن اقل، وارنولد اخد اللقب لان انت زي ما انت فاهم دي العاب خفيه. وبعدها ارنولد اعتزل والملف اتقفل. طبعا واحد في الفتره دي كان بينادي بيقول يا جماعه ما تنزلوش الجيم كتير، يا جماعه اعتمدوا على الكربوهيدرات مش لازم الحاجات التانية، يا جماعه راحه. طبيعي يحصل عليه هجوم، وطبيعي ما يتبصروش لان ده بيزنس از بيزنس. كل اصحاب الجيمات، كل اصحاب شركات المكملات، كل اصحاب الشغل الرياضي والدعايه وايا كان هو ايه هيعترضوا على كلامه. الراجل ده ياما حارب على الاسلوب ده. جه النهارده بقى حضرتك الساينس بيزد 90% من كلامه هو الصح. انت كده عرفت عن العقليه اللي انا هكلمك عنها. تعالى بقى اما اشرح لك اسلوب التدريب والتغذيه بتاعته واقول لك هو ليه فعلا عبقري وليه فعلا معظم الساينس بيزد الايام دي اخدين شغلهم منه. يلا بسم الله توكلنا على الله. اولا التدريب بتاع مايك مينزر كان بيعتمد على انه يبقى شده عاليه وحجم تقيل، والاولويه للراحه وليست للتكرار. علميا كل الابحاث الحديثه اللي بتركز على الهاي انتنسيتي واللو فوليوم بتاكد انك تقدر تحفز نمو كويس جدا بمجموعات قليله، لان لما الشده بتكون عاليه جدا الضغط على الجهاز العصبي المركزي بتاعك بيزيد، فانت محتاج فترات راحه اطول مقارنه بالبرامج التقليديه اللي حجمها كبير وشدتها اقل. 2 بينصح المبتدئين ان هم يتمرنوا كل 48 ساعه، يعني كل يومين. مش بيتكلم عن العضله الواحده، بيتكلم عن الجسم عامه. واقصى وقت ليك في الجيم يبقى 30 دقيقه. بمجرد ما تبدا تتقدم والتطور يبان عليك وتلاحظ نتيجه استشفائك ما بقتش عاليه، لازم تزود ايام الراحه، بتروح لغايه 4 ايام راحه، وساعات ممكن توصل ل7 ايام راحه. ان انا بكلمك عن اليوم اللي نزلت فيه الجيم
الجيم واخدت بعديه راحه، مش بقول لك اليوم اللي اتمرنت فيه عضله وهترجع تكررها تاني امتى، انت مستوعب؟ ليه علميا منذر كان بيميل للمبتدئين ان هم يمرنوا الجسم كل 48 ساعه بوقت قصير، لان المبتدئ قدرته على انتاج افورت حقيقي اقل، فالجهاز العصبي بيستحمل تكرار اعلى. لما انت بقى بتتقدم وقدرتك على توليد قوه عاليه والتدريب بتاعك بيزيد وبيتقرب من الفشل العضلي، فالحمل العصبي لكل حصه عندك بيبقى اكبر، فبالتالي بتحتاج من 3 ل 5 ايام راحه، واحيانا ممكن توصل ل 7 ايام راحه. 3 طريقه التمرين بتاعته اللي هي بري اكزوست، هو كان بيرهق العضله حاجه بسيطه قبل ما يبدا يمرنها، وليكن الصدر مثلا. انت بتبدا التمرين الاول عندك بتمرين عزل زي الفلاي، بتعمل منه مجموعه واحده بس، بعدها مباشره انت بتدخل مجموعه واحده انكلاين بريس، ويفضل يكون ثابت زي السميث. ليه؟ علميا فكره البري اكزوست دي بتخلي تمرين العزل ينهك العضله المستهدفه، بعدها على طول تمرين مركب زي الانكلاين بريس بيبقى اوريدي الصدر حصل له فتيل كامل، ده بيزود احساس الصدر ويخليك توصل للفشل في الياف الصدر بكثافه اعلى، رغم ان الدراسات مختلفه في مدى تفوقه على الطرق التقليديه، لكنه فعال جدا عند الناس المتقدمين في الاحساس العضلي وضبط التكنيك بتاعها. تمام. 4 الوزن والتكرارات، هو كان بيركز على انك تتمرن بالوزن اللي يخليك تقدر تجيب من 6 ل 10 عدات توصل بيهم للفشل العضلي. سامع بكلمك في ايه؟ من 6 ل 10 عدات، هيفكرك بحاجه ده قريب. ها، ولو لقيت نفسك اتقدمت، لانك مش هتعرف تقيس نفسك وقتيا، لو لقيت نفسك اتقدمت بعد كده والوزن ده بقى بيجيب معاك لحد 12 و13 عده، انت تقدر تزود الوزن معاك من 10 ل 20%، بحيث ان انت تفضل تلعب في الرينج اللي يخليك تجيب من 6 ل 10 عدات. ركزت؟ احنا كده بنتكلم عن ان العضله اقصاها مجموعتين ومن 6 ل 10 عدات. بص كده على الفيديوهين دول. This science-based upper body workout only took me 45 minutes. Low volume, high intensity, let's go. Up first, 2 sets of incline Smith machine press. Use a 30 to 45 degree incline and use your upper pecs to move the weight. Last set to failure. Next, 2 sets of machine pec deck. You can swap these out for dumbbells or cable fly. My arms and shoulders always flatten out every time I cut down, so this time I added a full arm and shoulder day to keep them looking full. So far, I think it's working. All sets to failure. اخدت بالك من جيف نيبرد عبقري التمرين بالعلم؟ بيعمل ايه؟ مجموعتين التمرين لغايه الفشل. النقطه الخامسه، انت ما ينفعش تسيب الوزن بعد ما توصل للفشل العضلي، انت لازم تروح لما وراء الفشل العضلي. هتروح لما وراء الفشل العضلي ده ازاي؟ بتعتمد على حاجه من اتنين، يا اما بتعتمد على النيجاتيف ريبس، يا اما بتعتمد على حاجه اسمها الريست بوز ريبس. ولازم يبقى معاك سبوتر قوي، سبوتر دي يعني زميل، لازم يبقى معاك زميل فايق شاطر علشان يقدر يوديك لابعد من الفشل العضلي، اللي هو اوريدي خلاص هي مجموعه واحده وانت خلصت الكلام. ليه بقى؟ لان الراجل ده كان بيركز في طريقه التمرين بتاعته على حاجه اسمها اومني كونتراكشن. اومني كونتراكشن بتعتمد على 3 انقباضات للعضله، الكونسنتريك الانقباض المركزي، واللامركزي الاسنتريك، والاستاتيك كونتراكشن الانقباض الثابت. فانت بتركز في الانقباض والاستطاله وفي نص الحركه. بعد ما بتخلص التمرين بالاسلوب ده انت حققت ال3 عناصر الاساسيين للزياده العضليه: 1 الميكانيكال تنشن، 2 الميتابوليك ستريس، 3 الماسل دامج، بل انت حققتهم فيما يفوق قدراتك. ما عادش ناقصك غير التغذيه والنوم. هو انا عايزك ترتاح لا ترتاح بجد، مش اللي هو انا انزل اتمرن بكره بس اخش شكل تاني. مش معنى ان انا جسمي او عضلاتي عدى عليها 48 ساعه يبقى انا جسمي وعضلاتي ارتاحوا. طب ما انا ممكن فعلا ان انا اقعد ال 48 ساعه بس محطوط في ضغط شغل ومرهق عصبيا ومرهق نفسيا وحالتي بالبلا. بتعدي عليك الفترات دي وبتروح الجيم تتمرن تلاقي نفسك ما انتاش قادر تزق اصلا. مظبوط الكلام؟ طب ما انت كده ما حققتش الاستشفاء. هو الاستشفاء ان العضله خلاص استشفت؟ طب ما انت جهازك العصبي المركزي مرهق. النقطه السادسه وهي نقطه الراحه. نقطه الراحه كان بيتكلم فيها، بيقول لك ان حضرتك لازم كمبتدئ تاخد من 48 ساعه ل 72 ساعه عشان تنزل التمرين التاني. هو ما بيتكلمش عن الاستشفاء العضلي، انت دخلت التمرينه فشخت جسمك حرفيا، خليت عضلاتك تعبت وخليت جهازك العصبي المركزي تعب، اقعد ريحه بقى وكل. انت في الاول قدرتك كويسه على الاستشفاء، لكن لما بتتقدم وبتبدا تروح بالوزن بتاعك قدرتك على الاستشفاء ما بتبقاش زي الاول، جهازك العصبي المركزي بيتعب، فانت بتحتاج تديله فتره استشفاء اعلى. والنقطه السابعه، لازم يبقى معاك سبوتر شاطر. انا نسيت اقول لك، او مش فاكر انا قلت لك ولا لا، مايك منزر كان دكتور. تعالى بقى لنقطه الدايت. مايك منزر في الدايت بتاعه كان بيتكلم ان نظامك الغذائي بيتكون من 60% كربوهيدرات، بيتكون من 30% بروتين و10% فات. يعني حضرتك لو مش لاقي تاكل هتعرف تتمرن وهتعرف تعمل جسم كويس.
خالص. ليه؟ لان هو هنا اتكلم ان الكربوهيدرات عباره عن كلمتين، كارب وهيدرات، كربون وميه. انت عارف ان كل جرام كربوهيدرات بيخزن قصاده 3 ل 4 جرام ميه. اللي ما تعرفوش بقى او ممكن تكون عارفه وغايب عن بالك ان عضلاتك 75% منها ميه والباقي بروتين واحماض امينيه ومعادن. فلما حضرتك ما بتهتمش بالكربوهيدرات ما تنتظرش زياده عضليه. ممكن تحصل زياده عضليه بس مش بالمعنى اللي في بالك ومش مع اسلوب التمرين ده بالذات. الراجل ده محقق لك الثلاث اضلاع في مثلث الزياده العضليه. رقم 1 التمرين العالي في وقت قصير، رقم 2 التغذيه المظبوطه، ورقم 3 وهي الراحه التامه. فمحدش يرجع يقول ان الاولد سكول والنيو سكول. كده كده ده كان اولد سكول. الراجل ده لو انت هتقسمها بقى بمبدا التواريخ فالراجل ده كان اولد سكول. الراجل ده كانت سنه 1975. اقتنعت دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها اولد سكول ونيو سكول والعبط اللي هم دايرين فيه ده عشان نركب اي ترند وخلاص. انما الصح ان في علم بيتطور. وصلتك؟ اعمل فولو اعمل فولو اعمل فولو عشان الفتره الجايه همسح لك غسيل المخ اللي حصل في دماغك ده. اعمل فولو.